السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحديدا في عام 1998 كانت الفنانة المشهورة فيفي عبده ترقص 3 أيام في الأسبوع في فندق مشهور في القاهرة، وكان في هذا الفندق مسؤول عن الأمن السياحي في هذا الفندق كان ضابط شرطة برتبة رائد، وهذا الضابط كان مشهود له بحسن الخلق، يعني ما تطلع منه العيبة لا قولا ولا فعلا. عشان كذي كان عمال الفندق والموظفين يحبون هذا الرجل ويحترمونه ويقدرونه، حتى رواد هذا الفندق إذا ما شافوه ولا ما لقوه موجود كانوا يسألون عنه لطيب أخلاقه واحترامه وأدبه. ومن ضمن الناس هذه الفنانة فيفي عبده، إذا ما شافت هذا الضابط كانت أيضا تسأل عنه. وفي يوم من الأيام جت فنانة معروفة ومشهورة وقعدت بصالة الفندق، وخذت لها زاوية على البار في هذه الصالة، وقعدت تشرب الخمر كاس ورا كاس ورا كاس، ولحد ما أخذ منها هذا الكاس حقه ولف راسها، فقعدت تتكلم بصوت عالي وتصارخ، يعني سوت إزعاج بهذه الصالة. فاتصلوا العمال اللي بالصالة على ضابط الأمن السياحي هذا الضابط، ونادوه علشان يحل هذه المشكلة. فجاء هذا الضابط وراح يم الفنانة هذه وقعد يكلمها بكل أدب، يقول لها أنت فنانة معروفة، أنت فنانة مهمة، أنت فنانة مشهورة، ما يصير الناس تشوفك بهذا الشكل. لكن كلام الضابط هذا ما جاز حق الفنانة هذه، فقالت له أنت جاي تنصحني، أنت تعلمني الصح من الغلط، والله أني ما راح أخليك باكر بمكانك هذا، لازم أنقلك وأنقلك بعيد تأديبا لك. وما جاء اليوم الثاني إلا كتاب النقل عند هذا الضابط، نقل من القاهرة إلى أسوان. فلملم هذا الضابط أغراضه ونفذ أمر النقل بدون أي اعتراض. وبنفس اليوم اللي انتقل فيه هذا الضابط كانت فيفي عبده عندها سهرة في هذا الفندق، وفي هذه الليلة سألت فيفي عبده عن الضابط هذا، تدور عليه تلتفت يمين يسار ما شافته، فنادت العمال تسألهم وين ما شفتوا هذا الضابط، فقالوا لها اللي حصل واللي بدر من الفنانة المعروفة، وقالوا لها أن هي اللي نقلته إلى أسوان. فردت على العمال اللي بالصالة وقالت لهم بقى فلانة هي اللي تنقله. فمسكت شعرها ورفعته قدام العمال وقالت ما يبقاش الشعر ده على كتف فيفي إن ما رجعته بكرة. والضابط هذا المسكين أول ما وصل أسوان توهم يعطيهم كتاب النقل، جاله كتاب نقل ثاني إنه يرجع مرة ثانية إلى القاهرة. والله وفرح هذا الضابط لما عرف إنه راح يرجع نفس مكانه، وقام يدق يسأل يمين يسار يبي يعرف منو هذا صاحب المعروف اللي رجعه إلى القاهرة مرة ثانية. فعرف الضابط أن اللي نقلته مرة ثانية وردته إلى القاهرة هي الفنانة فيفي عبده، فسحب ورقه وكتب استقالته وتوجه فورا إلى ديوان عام وزارة الداخلية، ودخل على مساعد الوزير لشؤون الضباط ومد عليه ورقة الاستقالة وقال له لو سمحت وقع لي على هذه الاستقالة. فقال له مساعد الوزير انت لي زعلان من ترجعتي تاني إلى القاهرة؟ فقال الضابط والله يا فندم اللي زعلني حاجة واحدة، إن اللي نقلتني سكرانة واللي رجعتني رقاصة. والمغزى من هذه القصة إن من علامات الساعة أن يسند الأمر إلى غير أهله، فما بالكم إذا أسند الأمر إلى أرذل الناس، ومن يحل ويربط أهل كأس ورقص.
وصلوا على الحبيب المصطفى اللهم صل وسلم عليه. فقال له مساعد الوزير: انت ليه زعلان؟ ما احنا رجعناك تاني الى القاهرة.